أكيد كلنا سمعنا عن هجمات حقن SQL، يعني صارت كابوس معروف في عالم الأمن السيبراني. بس شو بالنسبة للثغرات اللي بتتخبى بتقنيات بنستخدمها كل يوم وحنا واثقين فيها تماماً؟ اليوم رح نغوص بعالم هجمات حقن يمكن ما تكون مشهورة، بس ممكن تكون أخطر بكتير. طيب خلونا نبدأ بسؤال محير شوي. شو هو القاسم المشترك بين مستندات XML وأدلة الشركات الرقمية والبرامج اللي بتعمل ملفات PDF؟ للوهلة الأولى تبدو أشياء ما إلها أي علاقة ببعضها، صح؟ بس بالحقيقة كلها بتشترك بنقطة ضعف خفية جداً. والجواب هو إنه كل هاي الأشياء ممكن تتحول لبوابات لهجمات حقن مدمرة. نعم، هاي الأدوات اليومية اللي بنعتمد عليها ممكن يتم استغلالها بطرق يمكن ما تخطر على البال أبداً. أول تهديد رح نتكلم عنه هو حقن XPath. فكروا فيه كطريقة لخداع لغة الاستعلام الخاصة بالمستندات، خصوصاً تطبيقات الويب اللي بتتعامل مع بيانات XML. بكل بساطة XPath هي لغة استعلام خاصة ببيانات XML، بنفس الطريقة اللي لغة SQL هي لغة استعلام لقواعد البيانات. يعني وظيفتها الأساسية هي إنها تبحث عن معلومات معينة جوا مستند XML وتسترجعها. طيب خلونا نشوف هذا المثال ونحلله سوا. على اليسار بنشوف استعلام تسجيل دخول طبيعي وسليم بيبحث عن مستخدم معين بكلمة مرور معينة. بس شوفوا على اليمين، هنا بنشوف كيف المهاجم قدر يتلاعب بالاستعلام. لاحظوا كيف تم إدخال عبارة خبيثة في حقول الإدخال وغيرت منطق الاستعلام بالكامل. والسر كله أو الخدعة كلها بهاي العبارة البسيطة O1 equal to 1. لما يتم حقنها هي فعلياً بتلغي أي حاجة للتحقق من كلمة المرور. الاستعلام بصير دائماً صحيح. ليش؟ لأنه 1 دائماً يساوي 1. وهذا بيفتح الباب على مصراعية للمهاجم، وغالباً بيعطي صلاحيات أول مستخدم بالنظام اللي عادة بيكون المدير. تمام، خلونا ننتقل هلأ للتهديد الثاني على قائمتنا، حقن LDP. هالمرة الهدف هو بروتوكول أساسي جداً في عالم الشركات، بيستخدم للوصول لأدلة المستخدمين مثل Active Directory. بروتوكول LDAP هو أشبه بدليل هاتف رقمي ضخم للمؤسسات، هو اللي بيخزن وبينظم كل المعلومات عن المستخدمين والمجموعات وصلاحياتهم داخل الشبكة. وهنا عنا مثال ثاني بيوضح الفكرة تماماً. على اليسار الاستعلام السليم يبحث عن المستخدم admin مع كلمة مرور محددة، أما على اليمين في الاستعلام الخبيث كلمة المرور الحقيقية تم استبدالها برمز النجمة ستار. والشيء العجيب هون هو قوة هاي النجمة. في استعلامات ال LDAP هي بتشتغل كحرف بدل شامل أو وايلد كارد، يعني كأنها بتقول للسيرفر أعطيني بيانات هذا المستخدم بغض النظر عن كلمة المرور تبعته. هي فعلياً مفتاح هيكلي رقمي بتجاوز أي قفل وبيسمح للمهاجم بالدخول بدون ما يحتاج لكلمة السر أصلاً. والآن منوصل للتهديد الثالث، واللي بصراحة يمكن يكون هو الأكثر إثارة للدهشة: حقن ال HTML في ملفات PDF. الفكرة هنا هي تحويل عملية إنشاء مستند تبدو بريئة تماماً لأداة هجوم قوية جداً. بالوضع الطبيعي العملية بسيطة، مستخدم بيكتب شوية ملاحظات مثلاً في فاتورة أونلاين، السيرفر بياخد هالنص بيحوله لكود HTML، وبعدها مكتبة برمجية بتستخدم هذا الكود لتعمل ملف PDF مرتب. تبدو عملية آمنة تماماً، مو هيك؟ بس شو بيصير لو النص اللي أدخله المستخدم ما كان مجرد ملاحظات، بل كان هذا الكود الخبيث؟ لا تخافوا من تعقيد الكود، فكرته بسيطة جداً. هو بيعطي أمر للسيرفر اللي قاعد يعمل ملف PDF وبيقول له قبل ما تعمل الملف روح اقرأ محتويات الملف الحساس /etc/password من نظامك وبعدين اطبعها جوا PDF. وهي النتيجة الصادمة. ملف PDF اللي تم إنشاؤه بيعرض هلأ محتويات ملف كلمات مرور نظام السيرفر. عملية بسيطة لإنشاء مستند تحولت لهجوم خطير لتسريب الملفات المحلية أو اللي منسميه Local File Inclusion. يعني ببساطة تم خداع السيرفر ليكشف عن محتويات ملفات ما كان المفروض حدا يشوفها أبداً. بعد ما شفنا كل هاي التهديدات ممكن الموضوع يبدو مقلق، بس الخبر الجيد هو إنه في علاج عالمي ضدها كلها، وهذا العلاج بيرتكز على مبدأ واحد قوي وبسيط: مبدأ انعدام الثقة.
الخطأ الأساسي أو خلينا نسميه الخطيئة الأصلية اللي بيفتح الباب لكل هاي الهجمات هو الثقة في مدخلات المستخدم. باللحظة اللي بيفترض فيها التطبيق إنه البيانات اللي جاية من المستخدم آمنة وبيستخدمها مباشرة، هو فعلياً بيعرض نفسه لخطر الاستغلال. طيب، كيف نحمي حالنا؟ الحل بيتلخص بكم خطوة أساسية. أولاً، القاعدة الذهبية: لازم نتعامل مع كل مدخلات المستخدم على إنها غير موثوقة دائماً. ثانياً، لازم ننقي هاي المدخلات ونعالج أي أحرف خاصة قبل ما نستخدمها. ثالثاً، الأفضل دائماً نستخدم أدوات مبرمجة مسبقاً مثل الاستعلامات المعدة. وأخيراً، نطبق مبدأ الامتياز الأقل، يعني نعطي التطبيق أقل صلاحيات ممكنة ليقوم بوظيفته مش أكثر. ولما نتكلم عن تنقية المدخلات، في طريقتين رئيسيتين. القائمة السوداء أو black listing بتحاول تمنع الأحرف الضارة المعروفة، بس هاي الطريقة مثل حارس أمن ما بيعرف كل أشكال المجرمين. أما الأسلوب الأقوى هو القائمة البيضاء أو white listing، اللي ما بتسمح إلا لمجموعة محددة من الأحرف الجيدة بالمرور مثل الحروف والأرقام، وبترفض أي شيء تاني. هاي الطريقة آمنة أكثر بكثير. وبنختم بسؤال للتفكير: إذا كان ملف PDF بسيط ممكن يتحول لأداة هجوم على السيرفر، شو هي تنسيقات المستندات الآمنة الثانية اللي ممكن تكون بتخبي ثغرات مشابهة؟ الدرس الأهم هنا هو أن الثقة العمياء بأي مدخلات ممكن تحول أكثر التقنيات اليومية العادية إلى حصان طروادة.